دائما يقول لك الاهلي يشتكي دائما من التحكيم المصري. كابتن كرامي الرديني، شكاوي التحكيم كثيره. من حقه بصراحه، يعني لما يكون عبد الله، وانا جاي في الطريق سمعت فيديو للزميل العزيز احمد كيشو وهو بيتكلم عن احصائيه عبد الله غريبه استوقفتني بصراحه. يعني بيقول من 2007 ل 2018 النادي الاهلي لعب الزمالك 16 مباراه بتحكيم اجنبي. نعم. لم يفز الزمالك اطلاقا من 2007 ل 2018، يعني 11 سنه. نعم. بيقول برضو الزميل احمد كيشو من 2003 ل 2024 لعب الاهلي 16 مباراه في الدور الاول كامل، لم يفز الزمالك بتحكيم اجنبي. هنا بتستوقفني. وبعدين لما لعبوا بتحكيم مصري حصلت الكوارث في ابراهيم نور الدين وتمت الخساره، وبعد كده مباراه الاحتواء الشهيره اللي انت كنت معايا فيها والقصه دي. لازم يبقى عنده هواجس من التحكيم المصري. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه عبد الله، كلنا احتفلنا بامين عمر الحكم الدولي بالطقم بتاعه اللي هو رايح كاس العالم، الطقم الوحيد اللي رايح كاس العالم. مميز على فكره الحكم هذا. كويس. هل يعقل هذا المميز الا يحكم للزمالك من 7 شهور بس؟ طب هل يعقل هذا المميز امين عمر اللي افريقي، يعني اخي كان في المغرب وبيطلع على تونس وليبيا بيستعينوا بيه حتى البطوله العربيه، هل يعقل اللي هو ما يحكمش غير مباراه واحده في الدوري بس للزمالك و4 مباريات للاهلي و3 مباريات لبيراميدز؟ شو تبغى تقول زملكاوي يعني؟ لا بالعكس، ده استعينوا بيه. يعني حكم فير، حكم فير، هو الرقم واحد هو رقم واحد وما فيش زيه عبد الله. بالضبط صحيح. يعني هو احسن حكم. فانت دلوقتي ليه الاهلي ما يبقى عنده، لما انت تحكم عبد الله ما تحكمش للزمالك بقالك 7 شهور وده اللي حكم رقم واحد والحكم اللي راح كاس العالم، يبقى في ان فالاهلي مخاوفه من كده عبد الله، يعني مخاوفه من التحكيم المصري من كده. لما تشوف ضربه جزاء عبد الله المحيط بتاع كرة القدم 70 سم تعدي كده ويقول لك ايده في الموجودة، انت بتستعماني؟ يعني ما فيش عقل يقول كده عبد الله. وحتى لو ما احتسبتش، حتى هذه الضربة لو ما احتسبتش عادي بتحصل، وحتى لو في تعنت عادي بتحصل، وحتى لو زق تريزيجيه عادي بتحصل من الحكم، حتى لو صرخ على تريزيجيه عادي بتحصل. لكن كل ده تطلع لي بيان وتنشر لي على الاتحاد ويطلع 7 8 تنفار يردهم وتطلع لي رئيس اللجنه، في شك يا عبد الله، في ريبه. نعم. صحيح. فالمخاوف من النادي الاهلي نعم. طبيعيه. ارجو يكون في معيار، مش نفس الكوره تتحسب في اللي بيحبه والكره اللي ما بيحبوهوش ما تتحسبش. الاحمر والابيض. بالظبط كده. انا طيب. نفسي يكون في معيار. فمخاوف الاهلي الحقيقيه مخاوف، وهو النادي الوحيد يا عبد الله أيوة. اللي طلب تحكيم اجنبي في مباراه الزمالك وبيراميدز. طيب زين، شكرا كابتن كرامي.